نصايح للشنط اللي انت بتلبسيها. ارت ستوديو هيسهلها عليكي. تعرفي ان في شنط جديدة مزودة بتقنيات ذكية زي الشحن اللاسلكي للموبايل او مكان مخصوص للايربودز. جربي تشوفي الانواع دي لان هي هتوفر لك وقت وجهد كبير، ده غير انها موضة. ده غير ان دلوقتي في ماركات كتير للشنط بقت بتعمل الشنط بتاعتها بمواد يعاد تدويرها او من مواد طبيعيه زي الجلد الطبيعي او القطن. جددي في ستايلات شنطك والبسي شنط تعبر عنك وعن اهتمامك بالبيئه. والالوان الصريحه زي الاصفر والفوشيا طالعه موضه جدا. حاولي تختاري شنط ملونه لان هي بتكون ملفته للنظر وبتدي شكل الاوتفيت بتاعك. وظهرت كمان شنط بتصاميم غريبه ومودرن جدا، زي اللي فيها اشكال هندسيه او فيها تطريز يدوي او فيها نقوش غير تقليديه. جربي تلبسيها لو انت رايحه الشغل او عندك ايفنت. ولو انت بتميلي للشنط العمليه فالبسي شنط كبيره يكون جواها مساحه داخليه علشان تعرفي تستغليها صح. ودايما اختاري شنط يكون فيها تفاصيل تميزها عن غيرها، زي الشيفون المزخرف والخيوط المطرزه بتديكي شكل جديد ومختلف. وافتكري دايما ان الشنطه مش بس بتديكي شكل مختلف، لا دي بتعبر عن شياكتك واسلوبك.